هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. بعد أن أصبحت خيانة الممثل التركي الشهير قادير دوغلو لزوجته وحبيبته الممثلة التركية فائقة الجمال نسليهان أتاغول حديث الجمهور في العالم. وتصدر ذلك الخبر مؤشرات البحث والترند ليس في تركيا وحدها ولكن في العالم أجمع. يبدو أن الفنانة التركية الأكثر شهرة وتأثيرا داخل تركيا الفنانة نسليهان أتاغول أرادت أن تلقن زوجها درسا قاسيا جدا، ولكن بكلمات مختصرة ومع أنها لم تؤكد بشكل رسمي خيانة الرجل ولم تخرج إلى أي وسيلة إعلامية مسموعة كانت أو مرئية بأي تصريحات تخص خيانة زوجها لها، إلا أنها خرجت بجملة مختصرة لخصت فيها قصة خيانة زوجها وحبيبها قادير دوغلو لها، حيث كتبت نسليهان قائلة: ليست المرة الأولى، وبالطبع فقد فسرت شريحة كبيرة جدا من الجمهور كلمات ممثلتهم ونجمتهم المتألقة والرائعة نسليهان أتاغول بأنها إشارة واضحة وصريحة إلى أن الرجل قد خانها أكثر من مرة، وأنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها مثل هذه الأفعال المريرة والمؤلمة جدا. ولكن استغربت شريحة كبيرة جدا من الجمهور ورأت بأنه إذا كانت نسليهان أتاغول تعلم جيدا من قبل أن زوجها يخونها ومنذ فترة، وأنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرجل على ذلك الشيء، فلماذا صمتت على خيانته؟ ولماذا لم تخرج إلى العلن وإلى وسائل الإعلام أو حتى إلى جمهورها كي تفضحه وتفضح خيانته لها؟ ولماذا انتظرت حتى تخرج له فيديوهات وصور مسربة تظهر خيانته لها وتظهر أنه لم يكن جديرا يوما بحبها وبثقتها، وأنها قد أخطأت كثيرا حينما كانت تعلم أنه يخونها ولم تفضحه؟ ولكن رأت شريحة أخرى من الجمهور بأن كلمات نسليهان أتاغول في ذلك الشأن دليل واضح وصريح منها على أنها أرادت أن تلقن زوجها الفنان التركي قادير دوغلو درسا قاسيا جدا، وأن تفضحه وتفضح خيانته لها ليس فقط أمام جمهورهما داخل دولتهما تركيا، ولكن أمام أنظار العالم أجمع، كي يعلم الجميع أنها قد تنازلت كثيرا وتخلت كثيرا من أجل أن تحافظ على ما تبقى لها من قصة حب كبيرة جدا جمعتهما وأثمرت في النهاية عن ارتباط وزواج وعن أطفال، ولكنها كانت تعلم منذ فترة أنه يخونها، وأنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها هذا الشيء المؤلم والصعب والمرير جدا لنسليهان أتاغول.